الناس كلها بتنجح وانت لسه واقف مكانك وبتعد الناجحين على صوابعك وبتقول انا احسن منهم، بس يا عم هيجي وقتي. وقت ايه يا اسطى؟ ده الوقت ضرب جرس وانصرف وانت لسه بتربط رباط الكوتشي لحد دلوقتي. معاك 7 صنايع حلو، بس انت عامل زي اللي بيعرف يسوق عربيه بس اللي ماشي على ايده، وبيطبخ كشري وبيركب دش بس كل يوم بينام جعان وبيستنى حد يشغله عامل عنده. ليه بقى؟ عشان هو متعدد المواهب، معاه مواهب كتير بس ما عندوش تركيز ولا نفس ولا اصرار. يعني من الاخر كده معاه 7 صنايع بس البخت ضايع. لو ركزت في صنعة واحدة منهم هتحقق اللي انت ما حققتوش من سنين. ومن ضمن الكلام اللي بيقوله، ليه الناس بتعاديني؟ ليه الناس بتبص لي؟ ليه الناس بتكرهني؟ عشان الناس دي اتجهت في الطريق الصح وانت كنت بتلف حوالين نفسك، زي سيد الكسلان اللي كان نفسه يفتح جيم وقعد سنه يذاكر في كتب التسويق، والنهارده وزنه 140 كيلو وبيشتغل النهارده بودي جارد عند اللي فتح الجيم، مع احترامي للبودي جارد. ولا واحد كنت داخل معاه ميتنج وقال لي انا شاطر في اس اي او، داتا اناليسيس، فيديو اديتنج، جرافيك ديزاين. وديت المصيبه لما تبص على محصله الشغل والاقيه بيقول لي انا بحاول على اي موقع سواء اب وورك او غيره، او يتعلم اي حاجه عامه، ابص على حصيله كل حاجه اتعلمها هي ولا حاجه. انا مبسوط ان انت شاطر في كذا حاجه فعلا، ودوت لو دل على شيء بيدل ان انت شخص حاد الذكاء، بس انت مشكلتك انك فاشل في التركيز على حاجه واحده بس. انت متخيل انك هتعمل فلوس في كل مجال فيهم. ما ينفعش انك تكون شخص متخصص بنسميه عندنا سينيور وانت بادئ 5% اديتنج و5% جرافيك ديزاين، 10% داتا اناليسيس و10% مساعد افتراضي. يعني انا جالي كومنت على اليوتيوب بيقول لي طب انا يا باشا ممكن اتعلمهم كلهم ولا لا؟ انا بصيت كده للكومنت ده وبجد استغربت. انا نفسي بشتغل في اداره المشروعات 8 سنين من حياتي او اكتر شويه كمان. عشان اتعلمها قعدت سنتين عشان اقول على نفسي يا دوب بقيت مساعد مدير مشروع كويس، مش حتى مدير مشروع. اقنعني بنفسك كده، انت ازاي عاوز تتعلم كل المجالات دي كلها في وقت صغير؟ عاوز تحقق ايه؟ وجهة نظرك ايه؟ ازاي تشتغل مع 5 كلاينتس ب5 مجالات مختلفة ب5 استراتيجي في نفس الوقت؟ ما ينفعش حضرتك سيادة القاضي. يا جماعة الناس الناجحة عمرها ما كانت مولودة بطل خارق. هو اختار حاجتين، السعي واختار سكة واحدة وداس عليها بالجزمة وفرج فيها جامد. بس انت كل يوم سكة جديدة، كل يوم بص كده الفيديو دوت صاحبه عمل 20,000 دولار هروح للاتجاه ده، وبعد ما انت ما تبتدي في الكورس تلاقي فيديو تاني احسن شويه بستايل ايديت احسن فتروح للاتجاه التاني. صدقني انت ماشي غلط. بعدين تقعد تقول لي معايا صنايع كتير، وابص على البورتفوليو بتاع الناس مفيش ولا حاجه كويسه تقدر تقول انك عملت حاجه. فكل اللي انت عملته انك شتت نفسك، شتت مخك وشتت تركيزك، والنتيجه في الاخر ولا حاجه. فكك من المنافسه، فكك من الذكاء الاصطناعي هيعمل ايه، فكك من الفومو، فكك من الحاجات دي كلها. ركز في حاجه واحده بس، ولما الحاجه ديت ما تجيبلكش فلوس يا عم ليك عندي انك تيجي تقول لي انت كنت غلطان، وهقول لك ان انا كنت غلطان. ولا واحد تالت يقول لي انا معايا افكار كتير بس مش لاقي فرصه. الفرص ما بتتوزعش في خطب الجمعه، الفرصه انت حرفيا بتطلعها من بق الاسد زي علبه كان فاضيه ممكن تعمل منها حامل موبايل، او مش مستنيه تنزل من السماء مكتوب عليها اسمك بالفكره اللي انت هتعملها عليها. قوم اشتغل باي حاجه، اتعلم، هتفشل وهتغلط بس هتبقى راجل مش كائن بينام وهو بيفكر. كان في واحد بعت لي قال لي يا حسن انا شفت اكتر من 10 كورسات فيديو اديتنج. قلت له تمام، وريني الشغل بتاعك. قال لي انا بشتغل كاب كات، بشتغل على بريمير برو، بشتغل على دافينشي ريزولف. ودي قصه انا مستغرب منها جدا. طب اتعلمت يا معلم ايه من الكورس الاولاني؟ والله ما عجبنيش الستايل بتاع الشرح فدخلت على ستايل تاني عشان عجبني قوي الاعلان بتاع الكورس. نفس القصه للتاني للتالت للرابع. اتفاجئت انه اتعلم اداه واحده او كذا حاجه بسيطه من كل كورس فيهم. لو شفنا المحصله بتاعه الشغل كله، ما اتعلمش ازاي يلون الفيديوهات، ما اتعلمش ازاي يعمل تعديل للصوت، ما اتعلمش ازاي يستخدم الذكاء الاصطناعي في بريمير برو. كل اللي معاه 20% من كل كورس فيهم. لحد امتى هتفضل كده؟ وواحد تاني بيقول لي انا بقالي سنتين بحاول على مواقع العمل الحر والناس مش شايفاني. ما هو طبيعي، انت لابس طاقية الاخفاء، كل يوم اسم جديد، كل يوم مهارة جديدة، كل يوم حساب جديد. النهارده انا هبقى دروب شيبينج، النهارده هشتغل في الدروب سيرفيس، بكره هشتغل في التعليق الصوتي، بعده هشتغل في الاس اي او. انت عايز تشتغل في ايه؟ انت عارف انت عامل زي مين؟ عامل زي واحد اسمه خالد اللي عنده 3 حسابات تصميم و2 ترجمه، واحد على اب وورك، واحد على مستقل، واحد على كونترا، واحد على فليكس جوبز، وفي الاخر بيشتغل عامل صيانه في محل عصير. هل مشكلته ان هو عامل صيانه في محل عصير؟ لا. تبص على كل بروفايل من دول حرفيا مستثمر فيه 5% من قدراته، في حين لو هو ركز على حاجه واحده بس، موقع واحد بس، سواء مستقل، اب وورك، اي حاجه تانية، هتلاقي ان هو بيشتغل بشكل كويس. خليني اقول لك، الناس مش شايفاك
ولا انت اللي مش ثابت على شكل معين؟ واحد تاني كنت داخل معاه استشاره بيقول لي انا مستني الوقت الصح. الوقت الصح دوت اللي بيستناه الديب لما القمر بيكون متكامل عشان يتحول. انت اللي مستنيك محفظتك اللي في البنك عشان تعرف تملاها فلوس. الوقت الصح لو سمعك هيقوم ينتحر. اللي نجحوا او بينجحوا بداوا في اي وقت. انت تيجي زي اخواتنا اللي بيسمعوا صوت كل شويه وربنا رب يفك عنهم. الناس ديت انا بشتغل معاهم كل يوم، وصدقني الناس ديت على المعاناه اللي هم بيشوفوها والله بيشتغلوا احسن من اي حد قاعد في مكان هادي مع المايك بتاعه ومعاه كاميرا وبيشتغل بجد بتفاني انا ما شفتوش في حياتي قبل كده. طب فكك يا عم من اخواتنا دول. كان في واحد اعرفه اسمه علاء، كان بيشتغل فريلانس من موبايله الصيني. سامعك يا اللي بتقول لي انا معيش غير موبايل اشتغل بيه ازاي؟ شوف علاء كان بيعمل ايه وركز معاه. اتعلم كاب كات على الموبايل وبقى بيعمل فيديوهات بدائيه وبيمنتجها على الكاب كات. وبيقول لي انا كنت مره راكب الميكروباص وكان رايح بيمنتج الفيديو وهو جوه الميكروباص، والنهارده بقى معاه كاميرا ب 50,000 وبقى بيعمل فيلم ميكنج وفي نفس الوقت كمان فيديو اديتنج. ولكن علاء اتعلم ايه؟ هل اتعلم بس كاب كات؟ لا، ده المشكله لما انت بتتعلم الكاب كات ككاب كات. لما انت بتعمل فيديو انت عندك في قصه للفيديو، ايه البيرسوناليتي او الشخصيه بتاعت صانع المحتوى. ده الفرق ما بين الفرق ما بين محمد اللي اتعلم كاب كات قعد فيه 3 ايام وعمل شويه شغل وخلاص ونط على حاجه تانية، في حين ان علاء اتعلم اساسيات التصميم، ازاي الاضاءه بتتعمل، ازاي تعرف تعمل سكريبتات او استراتيجي، واستخدمها كمان انه يعمل ايديت للفيديوهات ويصور بنفس الموبايل اللي معاه، مع انه ما كانش ايفون على فكره، كان موبايل عادي. الموبايل بالنسبه له كانت مرحله بدايه متعبه بس عشان بيسعى، وربنا سبحانه وتعالى هو سبب الرزق فلقاه بيسعى وبيتعب فاداله، لان استحاله حد يسعى في سكه وربنا يخذله ابدا. في جمله بسمعها كتير من الناس بيقول لي انا مش محظوظ. خليني اقول لك وانت ممكن تزعل مني، انا دخلت محاضرات مجانيه كتير وحضرت ايفنتات كتير، وكل حد بيقول لي الكلمه تقريبا ببص على الحاجه بتاعته، لا هو مش محظوظ، هو شغله وحش بجد مش كويس. اللي شغله كويس الحظ والرزق الاهم بيجي بيسلم عليه، اما اللي نايم الحظ بيعدي من جنبه وهو بيشخر. الحظ والرزق بيحب اللي بيتعب مش اللي بيكتب لي ستوري حزينه كل يوم. يعني كان في واحده يشهد ربنا ان ده حصل، عامله موقع بتقول لي انا عايزه اشتغل معلقه صوتيه، وكانت عامله بروفايل على اب وورك، ومدرك ان المنصه بالنسبه لها لسه جديده وان محتاجه تعمل حاجات مبدئيه. المهم لقيت بتقول لي انا بقالي سنه بحاول على المنصه ومش عارفه اجيب شغل خالص. طبعا احتراما ليها انا مش هحط سكرين شوت من البروفايل بتاعها، والله حاطه في البايو بتاعها بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله بدانا رحله العمل الحر في البايو بتاع اب وورك. وده مش تريقه على البنت او ان اللغه الانجليزيه عندها مش قويه. عندك تشات جي بي تي، عندنا كذا اداه ممكن نعمل منها بايو، في فيديوهات موجوده زي مثلا الفيديو اللي انا كنت بعمله عشان بنشرح فيه اب وورك. ولكن لو ده المجهود اللي اتحط قصاده سنتين وكانت بتشتري كونكتس وبتقدم على شغل ومش لاقيه شغل، تفتكروا ليه؟ او واحد تاني يقول لي يمكن النصيب مش ليا. انت خلاص بقيت بتنجم معايا في الغيب؟ طب ما نفتح مكتب فلك وخلاص. الحقيقه يا صديقي ان النصيب بيحب الناس الجريئه مش اللي واقفين في النص. النصيب مش هينزل لك شغل في الانبوكس ولا هيمدلك عقده في الحلم. قوم واسحب كرسيك من عزاك الشخص اللي انت فيه دلوقتي، ارمي الهم ورا ظهرك، ابدا فحر في الحيطه يمكن تلاقي نور. وفكك من اي حد حواليك او من الدايره اللي حواليك بيقول لك انت مش هتعرف توصل لحاجه. مفيش واحد في الدنيا هيبتدي ان هو يشجعك على حاجه هو اصلا مش عارف يعملها. ما هو اللي نجح دوت او بينجح مش احسن منك. ورط نفسك يا صديقي وصدقني هتنجح. انا لحد النهارده ربنا يعلم انا بحاول على قد ما اقدر انمي مهاراتي، اعمل ابحاث، ودايما بحس ان انا متاخر. انا مش شايف نفسي ناجح زي ما انت متخيل، انا شايف نفسي زي ما بيتقال بالانجليزي work in progress. انا مجال للتحسن، انا لست ناجح، انا بحاول اكون راضي عن نفسي كل يوم عشان لو بكره ما صحيتش ابقى عارف ان انا النهارده حاولت كل حاجه. معاك 7 صنايع بس البخت عمره ما كان ضايع. انت اللي ضايع جوه نفسك، تهت في التردد ونمت في احضان الاعذار، سبت القطر يعدي عادي كده وقعدت تعيط على الرصيف وتكتب بوست تقول فيه انا مميز بس ما حدش ملاحظني. مشكلتك مش في البخت، لا لا لا، ولا حتى في الحظ ولا حتى في الدنيا. مشكلتك ان انت موهوب بس مش مخطط كويس. في ناس بتقول لك يا باشا الناس مش مقدر ليها النجاح على اب وورك او على اي منصه تانية او في الفريلانس عامه. انا معاك لو انت في حاله واحده بس سعيت، ذاكرت، اجتهدت، حاولت كل حاجه وفي الاخر فشلت، ساعتها بس هقول لك انت هنا مش مقدر ليك النجاح. عشان لما تحط دماغك على المخده وتشوف بعد كده الفيديو اعمل كذا وتكسب $10,000 تعرف ان انت حاولت في السكه دي والكلام ده كله هلس. بس لحد ما تعمل كده
يبقى اتصل بيا. الناس كلها بتنجح مش عشان هم احسن منك، لا، عشان هم صدقوا نفسهم قبل ما الدنيا تصدقهم. صدقت كدبه انا شاطر بس مستني الوقت الصح نفسه انك بتضيعه. والفيديو ده كان فيديو مش مهم تسمعه. سلام.